يا صباح الورد على عيونكم الحلوين، اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده يا جماعه بقى انا جايلكم فيديو جديد كده مختلف. هو مش طبخ ولا اي حاجه من اللي احنا متعودين نعملها على القناه. هو الفيديو ده فيديو نقل، يعني انا ان شاء الله باذنك يا رب هنقل من الدمام لجده. مش عايزه اقول لكم على كميه اللخبطه اللي حياتي فيها دلوقتي كل حاجه عندي متلخبطه. بس ان شاء الله باذن الله يا رب تبقى نقله خير علينا، وربنا يرضينا ويرضيكم جميعا يا رب. بصوا، احنا في البداية كده انا لما بنقل شقة جديدة انا ما بحبش اروح لسمسار. انا بحب انزل بنفسي كده واتفرج في الشارع والف كده واشوف العمارات والشقق اللي مكتوب عليها شقق للايجار، وادخل اتفرج بنفسي. ما بحبش موضوع السمسار. وفي الاخر يعني برضو بيبقى يعني الشقق والحاجات دي بنتواصل معاهم، في الاخر برضو بيودوكي للسمسار. بس انا بحب انقي بنفسي، بحب اتفرج في الشارع وانقي واختار. يعني هنا انا جايبه لكم مثلا اللقطة دي، احنا ماشيين بالعربية كده وبنبص على الأماكن اللي مكتوب عليها شقة الإيجار، وندخل العمارة نشوف البواب هيقول لنا مثلا الشقة موجودة، طب ندخل نتفرج عليها. عجبتني وارتحت نفسيا، بنتواصل مع المكتب اللي مسؤول عن الشقة أو مع صاحب العمارة. لكن أنا ما بحبش أروح لمكتب وهو ينقيلي. تمام، أنا هكتب لكم، هعمل لكم فيديو عن ازاي تنقي شقة. يعني أنا عندي خبرة كبيرة جدا في الموضوع ده أنا تقريبا بقالي حوالي 14 سنة متجوزة. ال 14 سنة دول نقلت فيهم بتاع 6 مرات مثلا فبقى عندي خبرة فظيعة دلوقتي احنا رحنا جدة وبدأنا نمشي كده زي ما انتوا شايفين، وبنشوف العمارة اللي شكلها حلو والمكتوب عليها للإيجار، ونبدأ نطلع نتفرج ونختار. انا هوريكم بقى دلوقتي الشقة اللي انا اخترتها في الاخر بعد اللف ده. طبعا انا قعدت الف يومين او 3 متواصلين ورا بعض، والحمد لله ربنا كرمني بحاجة نوعا ما مريحة نفسيا. ندخل بقى على الشقة. ده كده باب الشقة يا جماعة. تمام، انا صورت لكم باب الشقة من جوه الشقة، ودي الصالة. طبعا الحمد لله الشقة تكييفاتها ومطبخها راكب، ودي نعمة من عند ربنا عشان مش عايزة ألف أنا على الحاجات دي كلها. دي كده الصالة. تمام زي ما انتوا شايفين. عايزة أعرف رأيكم في الشقة، مستنية رأيكم. الصالة دي هحط فيها كده زي مجلس أو ركنة زي ما بنقول عليها في مصر يعني. الصالة فيها بقى الناحية دي الجنب اللي انتوا شايفينه ده اللي جاي عليه كاميرا دلوقتي، ده حيطة كلها مرايات. تمام، الحيطة دي كلها مرايات بس ما فيش حاجة تانية غير كده. عجباني لانها مدية وسع للصالة، مع اني اول مرة اسكن في شقة فيها مرايات كده. تمام كده دي كده الصالة هي انا جبتها لكم من كل الاتجاهات. الصالة كبيرة حلوة، يعني هي تاخد عندي المجلس عندي كبير جدا، وهتاخد كمان سفرة. تمام، وهنا هو هحط الانتريه والقعدة بقى اللي هي التلفزيون وكده يعني، القعدة بتاعتنا ده كده حمام صغير، ده حمام الضيوف. تمام، الحمامات بتاعت الشقة كلها رخام ما شاء الله، يعني تحفة. رخام كلها ودي أوضة بس للأسف ما فيهاش نور يعني، فاستحملوني بقى لسه اركب لها الدواية واللمبة والحاجات دي. دي انا هعملها أوضة لابني، دي هتبقى أوضة نومه. هي الأوضة مساحتها حلوة جدا برضو، يعني هتاخد دولاب وسرير وتقريبا كده مكتبة، وانا هحط له برضو التلفزيون عشان عليه البلاي ستيشن بتاعه وحاجته. ف ومكتب مذاكرته. فالأوضة خدت ولمت كل الحاجات دي، فدي نعمة من عند ربنا انا طبعا بعملها بالمقاسات، بحسبها بالسنتي عشان انا بحبش حاجة ابني تطلع بره اوضته. تمام، وزي ما قلت لكم دي هتبقى الصالة الصغيرة بتاعتنا، يبقى فيها انتريه كده اللي هو الليزي بوي والتلفزيون، مكتبة التلفزيون وترابيزة. دي بقى بتبقى قعدة اليوم كله، بقى قاعدة قدام التلفزيون بشرب حاجة، القعدة هنا. انا عايزة تقولوا لي رأيكم. صاحب الشقة موضبها ما شاء الله يعني، موضبها حلو قوي، حتى واخدها بالنجف كمان، يعني النجف ده فرحني جدا. بصوا بقى الطرقة دي بقى فيها الشغل كله فيها دي اول حاجة، ده حمام. الحمام دوت بيخدم المطبخ والمفروض أوضة ابني كمان. الحمام ده انا هحط فيه الغسالة، وبعدين انا عشان عندي قطط لولو فتفوتة فهحط فيه حاجة لولو فتفوتة. يعني الحمام ده تقريبا انا مش هستعمله غير للغسيل، وهحط فيه الليتر بوكس والاكل بتاع لولو فتفوتة، هيبقى ليهم بس عشان ما بهدلش الشقة بحاجتهم. فالحمام ده مش هيبقى استعمال اكتر من كده. ده المطبخ بتاع الشقة تحفة، حلو قوي، عاجبني.
والمطبخ جديد، صاحب الشقة عامله جديد، كانت والدته قاعدة في الشقة ونقلت شقة تانية، فعامل لها كل حاجة ما شاء الله يعني حلوة قوي. والمطبخ نضيف كمان من جوه، هفتحه لكم دلوقتي تشوفوه، تحفة، حلو قوي. انا اصلا بقرف من المطابخ المستعمله والحاجات دي، بس الحمد لله ربنا كرمني بمطبخ نضيف استعماله خفيف جدا، مفيهوش اي حاجه. ده كده المطبخ. الأوضة بقى اللي انتوا شايفينها مع المطبخ دي المفروض أوضة العاملة أو المساعدة المنزلية اللي بتبقى موجودة في البيت. وبما ان مفيش مساعدة منزلية عندي أنا المساعدة بتاعة البيت فأنا إن شاء الله هعمل الأوضة ديت، هحط فيها التلاجة والغسالة. شايفين المكتبة اللي موجودة في الأوضة أو الرفوف ديت، هنقلها أوضة ابني، أحط له فيها الكتب بتاعته والبرينتر كل احتياجاته بقى وألعابه وحاجته أحطها فيها. هي هتلم حاجات كتير صراحة. والأوضة دي أنا هعملها بقى يعني منه مخزن، أي حاجات بقى أنا مش عايزاها متكركبة عندي هكركبها فيها. وهحط مكان الظرف دي أو الرفوف دي هحط التلاجة وهحط الفريزر. يبقى أنا كده خليت المطبخ رايق وهادي على قد البوتاجاز والظرف بتاعته بس. مش هعمل حاجة تانية خالص، مش هزود حاجة في المطبخ غير كده. والأوضة دي بصراحة هتلملي كتير قوي قوي قوي، يعني الواحد أنا عندي كراكيب كتير. بعد كده بقى هدخل على اوضه النوم الرئيسيه. اوضه النوم الرئيسيه دي طلعت وهميه، احمد ابني استخبى معرفش بيطلع في الفيديو ليه كان بيعدي عادي. دي اوضه النوم الرئيسيه. بصوا يا جماعه الاوضه فيها الدريسنج، تمام، دوت الدريسنج و... والاوضه تمام، وفيها كمان حمام. دي بقى احلى حاجه عجباني، يعني انا تقريبا مش عايزه اطلع من الاوضه خالص، عايزه افضل قاعده فيها كل حاجه موجوده. ده الدريسنج بتاعها، ماشي، حلو، حجمه حلو على فكرة. والدراج بتاعته والرفوف بتاعته بتاخد كميات كتير من الهدوم، يعني هيلم حاجات كتير قوي. تحفة، عجبني برضو شكله حلو. واحلى حاجة ان الأوضة هتبقى رايقة، ولا فيها هدوم ولا فيها دواليب. دي كده الأوضة. بصوا هي الأوضة كان فيها السرير ده جديد تقريبا برضو، هما ما استعملوهوش وهم سابوه لنا براحتنا، يعني حابين نستعمله احنا ما فيش مشكلة، حابين نمشيها، نكلم البواب يجي ياخده. وانا يعني في الغالب هجرب الاول، هجرب واشوف السرير نظامه ايه. لقيته نضيف فعلا ويستاهل هاخده، اما لقيتوش نضيف هرجعه. انا كده كده عندي اوضتي برضو، بس التغيير حلو، انا بحب التغيير. بصوا المرايات اللي حوالين السرير دي كلها ليد وانوار وحاجات كده وحركات حلوة برضو. بصوا ده بقى الحمام بتاع الأوضة. ثواني بس اجيب لكم النور عشان انا مش عارفة النور فين، نشوف النور بالظبط. بس كده نورنا الحمام. عايزه اقول لكم ان الحمام ده رخام برضو، هو الثلاث حمامات رخام ما شاء الله يعني، سواء الارض او الحيطان. ودوت زي دولاب كده في الحمام، تحطي فيه بقى مثلا فوط، شامبوهات، اي حاجات خاصه بالحمام يعني. تمام كده احنا خلصنا الحمام. تحفه، تقفلته حلوه يعني بجد، الشقه معموله حلوه قوي. بصوا بقى يعني شبابيك الشقة كلها ما شاء الله منورة بجد والله، منورة قوي والشمس داخلة، ودي اكتر حاجة عجباني. ودي اكتر حاجة لازم واحنا بنختار الشقة نبص عليها، يعني دي اول حاجة. وبصوا هم عاملين الشتر دوت للي ما يعرفوش، هو عارفين زي المحلات كده بيبقى ليها باب حديد، هو نفس الفكرة. بس ده شتر بقى على النظام القديم، اللي هو مش بزرار كده ويتحرك، لا هو بالايد دي، بس الايد جامدة عليا معرفتش افتحها لكم. هو ده الشتر زي ما وريته لكم كده، الايد دي بتلفيها يقوم الشتر يطلع وينزل. برضو شغال وحلو جدا، يعني ممكن لو مش حابه تحطي ستاير اصلا يبقى كفايه ده عليكي، ولو حابه الستاير منظر تجميلي تمام. وبكده احنا شفنا الفيديو كله او الشقه كلها. يا رب يعني تكون عجبتكم، يا رب تقولوا لي رايكم فيها بامانه، حلوه ولا لا، اكمل فيها ولا لا. هي في الحقيقه بصراحه احلى من الفيديو، يعني الفيديو والله ظالمها جدا. هي حلوه ونظيفه، ودي اهم حاجة. والنجف اللي فيها كمان عاجبني يعني انا كده مش هجيب ولا نجف ولا تكييفات ولا مطابخ. الناس اللي مسافرة برا يعني
عارفة ان الحاجات ديت كتير بنجيبها، انا ما بحبش اشتريها صراحة لانها استعمال وبمشي من شقة لشقة، فما بحبش اتقل في الحاجة قوي. فعشان كده بختار الشقة بنجافها بمطبخها بتكييفاتها، على الاقل على الاقل بتكييفاتها ومطبخها. المهم يعني لو عجبتكم الشقة هستنى تعليقاتكم، ولو اول مرة تشوفي القناة او تسمعيني ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو اللي هيدعمني عشان اكمل معاكي باذن الله. وما تحرمونيش من دعواتكم الجميلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فادكم، واستنوني في فيديوهات جاية احلى واحلى باذن الله.